السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم الكريم؟ عبد الإله العروي بن كيران. بن كيران، عندك شي علاقة بالسي عبد الله بن كيران رئيس الحكومة؟ نعم، من أهلي. مثلا؟ كان سبحان الله العظيم من سبحان الله. لقد 1417 الذي كانوا ميلادية ولا هجرية؟ لا، ميلادية. ميلادية. لقد كانوا الجدود ديالي في ذلك، فقد توفى جدي الأكبر في 1812 اللي هو سميتو طيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي. سبحان الله. جدو وابن العم ديالو الذي كانت منه أنا شخصيا ما شاء الله اسمه أبو بكر الكبير الذي توفى 1850 بين 38 سنة. ولكن انت باش عرفتي راسك عندك علاقة نعم. اش كيجيك بن كيران دابا رئيس الحكومة؟ نعم، من أهلي. من أهلك مثلا قلتي لي؟ كان بين علاقة بيني وبين حي على طريقة عائلة في الجدود الجديدة ما شاء الله. دابا حاليا كتلتقي به؟ نعم. ما كيستشرش معك في القرارات اللي كياخذ بالنسبة لا، ما استشرش معايا، واني طلبني بعض الوثائق ما شاء الله الذي يكون فيه. ديال اش هاد الوثائق؟ بحوزي فيهم شيء الذي الوثائق التي توفى بهم أبي. نعم. والوثائق الذي يكون إلي شخصيا، ربما يجعل لي بطاقة خاصة إلي أو لأهلي. بطاقة رميد ولا؟ لا، بطاقة خاصة إلي. دابا انت حاصل على بطاقة رميد؟ لا علاقة لي أنا بالمستشفيات. علاش مالك ما كتمرضش ولا اش؟ لا الحمد لله ماشي. ليس لي ذلك. ما غتحتاجش السبيطار دابا انت؟ الحمد لله. المهم شحال السن ديالكم السي عبد الله؟ دابا أنا ولد 67. 67. نعم. يعني شحال باختصار نكمل لك. طيب بن عبد المجيد بن كيران الفاسي كان جده ابن العم عفوا اسمه أبو بكر الكبير، خلى أحمد ومحمد والطيب. الطيب ولا من العلماء ديال فاس، تتولى جمع القرويين وألف بعض الكتب. محمد الذي سمت عليه قرية بن محمد فاس، أحمد الذي سمت عليه بن أحمد، وكان من جدهم أخرج أحمد كان خرج من صلب عبد السلام بوبكر الذي ولد محمد وسمى أبي بأحمد. نعم. نعم، هذا سبحان الله جميل العظيم ما شاء الله. دابا هادشي هذا من التاريخ دابا نعم، هذا من ذات أصول بفاس. نعم. شكرا لك.